اقعد معاه واحكي واشكي وابكي، وكلك ثقة انك كل اللي قلته له محدش هيسمعه غيره، وكلك ثقة انك كل اللي طلبت منه لو لصالحك هيعمله لك. لكن تحديد الوقت بإيده هو. المولى سبحانه وتعالى لما بتطلب منه حاجة وما بيديهالكش في وقتها أو وقت ما انت عايزها، بيبقى ليه حكمة في كده. الأمنية اللي حلمت بيها وتمنيتها ممكن ما يكونش فيها الخير ليك. الإنسان اللي بعد عنك وانت متعلق بيه ممكن يكون هو اللي هيأذيك. الابن اللي تمنيته وترجيته وحرمك منه ممكن يكون كان هيبقى عاق ومش هيريحك ولا هيرضيك. له حكمة في كده، منع عنك الأذى ومنع عنك الشر ومنع عنك كل حاجة ممكن تتعبك وانت مش دريان، لكن بعدها هتفهم وتعرف ان ما كانش فيه احن منه عليك. ما تقولش حرمني، ما تقولش ما ادانيش، ما تقولش عذبني، قول رحمني. نعم، انه رحيم، رحيم بعباده. حرمك من اللي هيتعبك، من اللي هيأذيك عشان يحميك. قرب منه قوي قوي واطلب الطمأنينة، هتلاقيها عنده مش عند البشر اللي حواليك. البشر غدارين، لكن المولى عز وجل عمره ما يغدر بعباده، رحيم بعباده. من أجمل صفات الرحمة رحيم بيهم في الشدة. لما أم بتفقد ابنها بيرحمها بنعمة النسيان. لما زوجة بتخسر زوجها بيعوضها ويرحمها بزوج أفضل منه أو يصبر قلبها. لما فقير يتحرم من المال بيعوضه بحاجات تانية، بيكون ليه أجر وثواب عند الله. يبقى رحيم بعباده ولا مش رحيم؟ اوعى تبعد عنه، قرب قوي قوي منه واسكت واتكلم واحكي واشكي وانت ولما تحس ان اللي اداهولك ما بقاش نعمة بقى نقمة، سواء كان ابن او زوج او مال او اصدقاء او اهل او عمل، ما تحس دولك كلهم مش نعمة او حد منهم بقى نقمة عليك، اعرف انه ابتلاء وانه مش غضب من ربنا، ده بيبتليك عشان يرضيك. ما هو الابتلاء بتؤجر عليه، فوقتها قول الحمد لله واشكره كتير قوي، لانه اكيد نجاك مما هو اصعب واشد. البلاء غير الابتلاء. الابتلاء هتاخد اجر عليه، سواء ابتلاء في الصحة او في المال او في الاهل. كل الاحوال لازم نقتنع تماما ونقر ونعترف ان الرحيم رحيم بينا قوي وحنين علينا قوي وبيحبنا قوي، وان اللي عنده كتير من خير ورحمة. اللهم رحمتك. ولما تحس ان اللي